اهلا البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم حريشات ساهلين بمقادير بسيطه كيوجدوك في نص ساعه بالضبط. بالحساب نص ساعه كتلقاي حريشات واجدين باش دوزي اتاي. المهم كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. عندي بيضه هنايا غنحركها، غنزيد عليها شويه الملحه، كاس لاروب ديال السنيده تقريبا 100 غرام، كاس لاروب ديال العنبه. المهم غنحركو مزيان. ما كتحتاج لا خدمه بزاف لا والو، كتحركي كلشي وتخلطيه. هذيك الساعه الصراحه كيجيو زوينين و مقرملين من برا ورطبين من الداخل. المهم هذا كاس لاروب ديال الزيت، كاس معاماش، كاس لاروب. غنزيد عليهم كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب عامر 120 مليلتر. هنا عندي ياغورت بالذوق اللي كيعجبكم، انا درت فاني. صافي غنحرك كلشي. هنا عندي فاني، اللي بغى يديرها بمذاق الحامض مثلا اولا الليمون يعوض بالحليب بالليمون، بالعصير ديال الليمون. هنايا غنبدا نزيد في السميده رقيقه باش كنصيبو البغرير والحرشه العاديه. هنايا نص كيلو بالضبط، نص كيلو، ما تزيدي ما تنقصي بالعبار. هاد الباكيات عندي انا فيهم 300 غرام. الباكيه الثانيه درت خليت تقريبا ربع ديالها ما درتوش باش نجيبها نص كيلو. هنا عندي جوج خمارات تقريبا فيهم 20 غرام. صافي انا نحرك كلشي حتى نحس بالخليط تخلط مزيان. وغنخليه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق، غنغطيه ونخليه يرتاح. انا حسيت بها مازال باقا مضخوفه، زدتها شي شويه ديال السميده. هكا كيكون البنات الخليط، ما كيكونش عاقد وما كيكونش خفيف. صافي كما قلت لكم غنخليوها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق.
هنا من بعد ما ساحت خديت شويه ديال الكوك نخلطو مع السميده. هي فاش غندوز الكويرات ديال الحريشات. هنايا البنات شعلت الفران ديجا. هاي البنات من بعد ما الخليط ارتاح كتعقد لينا العجينه. هنا عندنا الباطه مغلفه بالورق. انا هنا درت كويرات متوسطين، ما كبار ما صغار. غندوزهم في هاد السميد والكوك. صافي غنبقى بهاد الطريقه حتى نكمل العجين اللي عندنا. كنحاول هنايا نجيب الكويرات قد في العبار. على الشكل. صافي هنايا البنات كنحاول نكمل الكويرات. المهم هاد الخليط خرج ليا تقريبا 15 حبه، حيت مازال بقات لي العجينه تما، خرجوا لي 4 اخرين. صافي هنا ندخلها الفران. هنا من بعد ما وجدات البنات الفران كنشعل عليه غير من الفوق وكندخلها لتحت حتى كتشقق مزيان، عاد باش كنعاود نشعل عليه من التحت على 180 درجه. هما البنات منعاودش يكون كيجيو زوينين بزاف الصراحه، زوينين وساهلين، يعني تقدري توجديهم حتى لاخر لحظه. صافي هنايا وصلنا للنهايه ديال الوصفه. كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الوصفه الجايه. مع السلامه.